عمرك صدقتي ان رغيفين عيش بايتين عندك يعملوا ليكي كمية الطحينة الخام دي بمكونات بسيطة جدا جدا؟ وبصوا القوام، بصوا القوام والنعومة احلى واوفر من الجاهز مليون مرة، ومن غير سمسم كتير ولا تكلفة. تعالي بينا نشوف الوصفة. دلوقتي معايا 3 رغيفة او 4 رغيفة عيش بايتين عندي، كانوا ناشفين مش عايزة اعمل بيهم حاجة، فقلت يلا نعمل بقى الطحينة. الطحينة اللي بنشتريها من بره بتاعت المشويات، بتاعت لما بتجيبي مثلا فراخ مشويه من بره كفته طحينه، بتبقى طعمها تحفه. هقولك بقى على السر اللي تقدري تخليها زي بره واحسن. دلوقتي جبت العيش وقطعته وحطيت كوبايتين ميه ولا كوبايه ونص من الميه، وهسيبهم كده لحد ما يبوشوا. حاجات بسيطه يعني اقل من دقيقه هتلاقيهم باشوا معاكي. هتعصريهم، مش عصره كامله، يعني على نص عصره كده عشان يضرب معاكي في الخلاط. زي ما انتوا شايفين كده هعصره زي ما انتوا شايفين كده. وايه، وهوريكم هنعمل ايه الخطوه التانية بعد ما عصرته. زي ما انتوا شايفين هحطه في الخلاط، هنضرب في الخلاط يا بنات. هنضرب الكميه دي كلها في الخلاط، والله والله الكميه هتبقى تحفه وتقيله معاكي جدا. وهنحط ايه، ملح وكمون وشويه شطه صغيرين، وهنحط ايه ده، فصين توم صغننين كده، ومعلقتين خل كبار. هنحط معلقتين خل كبار، وهنحط معانا نص كوبايه زيت. هنحط شويه عشان الخلاط يضرب معانا. هو في الاول ما ضربش معايا، زودت له شويه ميه صغيرين علشان الخلاط يشتغل معاكي تمام. زي ما انت شايفه كده. هنحط ايه، شويه زيت شويه بشويه، والخلاط بيضرب زي ما انتم شايفين. هيبقى تقيل معاكي وقوامه تقيل، زودي ميه. هو كده كده عشان العيش فيه نشويات، لو حطيتيه في التلاجة كده كده اصلا هيتقل معاكي تمام. لو انت بقى عايزه تحتفظيه في التلاجة، هتحطيه زي ما انا بقى هحطه كده في برطمان ازاز متعقم، وتحطيه في التلاجة من اسبوع ل10 ايام. لو هتعمليه خام من غير مواد حفظ، لو هتعمليه خام هتحطيه لمده شهر بس. هتحطيه في التلاجة لمدة شهر بس، لو مش هتحطي الاضافات التوم والحاجات دي تحطيها على الاكل. وشايفين قوامه تحفة ازاي. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي الموفرة جدا جدا جدا.